طبعا انا لو قلت لك ان العربيه دي انا جايبها من مزاد مش هتصدق وهتقول الراجل ده كذاب، بس انا بقول لك انا يا عم كذاب. انا عايز اقول لك ان المزادات دي فيها لقمه عيش، التجار بياخدوا بال 17 وال 18 عربيه. طب ما سالتش نفسك هم بيقول لك العربيات بتطلع باعلى من سعرها ليه؟ عشان هم مش عايزينك تيجي. الاول المزادات كانت بتطلع العربيات 15 عربيه مع بعض، ما كنتش انت لازم تشتري. لكن دلوقتي العربيه بقت لوت مع زياده الاسعار. انا مش عايز اوريك الحاجات اللي انا جبتها من مزادات، الناس اللي بتقعد تقول لك ده ما بيروحش مزادات، بس انا بقول لك على حاجه، ما تروحش المزادات. المزادات دي فعلا ليها ناسها اللي هي الاستمراريه، واللي واحد يعرف يجيب فعلا لقط من مزادات. لو انت عايز تجيب عربيه من مزاد باقل من سعرها، افهم الاول الكورس. انا عامل كورس فيه 8 فيديوهات يعلمك ازاي تجيب عربيه باقل من سعرها من مزاد، سواء عربيه او شقه. تعلمك الثغرات كلها، تعمل معاينه للعربيه وتشوف العربيه دي سعرها كام، كل التفاصيل وكل الثغرات. هسيب لك رقم التليفون في الفيديو. لو عايز كورس المزادات تكلفته 350 جنيه. ولو انت عايز حاجه مجانيه، على الصفحه عندي بنزل كل المزادات مجاني. لو انت عايز حاجه بمقابل فيديو فعلا يعلمك المزادات، تابع على الواتساب ده وابعت لي. شكرا، بالتوفيق للجميع.